بسم الله والسلام عليكم. للأسف الشديد للحظة صغيرة بس تعرضت لتهديد من بعض من الذكور العرب اللي عاملين فيها لبنانيين أو مغاربة أو جزائريين أو توانسة، واللي أصلا هذول الأربع بلدان بريئة من هيك نوع من الذكور اللي أصلا ما عندهم الشرف. تعرضت للتهديد شوي، لتنشر صوري، تنشر فيديوهاتي. لو ما لحظة صغيرة ما انتبهت على هذا الشيء، والحمد لله ما ضرت شيء، بالعكس صورته فيديو كاميرا أنا وخزنته عندي على مود يتعلموا انه هذا الشيء ما يجوا علي وما يتجرؤوا ويجوا على اساس يهددوني. في كثير من الذكور يا بعض الشباب، هذا الكلام بنروح بالذات لبعض الشباب، ملوش علاقة بالإناث، بس كمان لازم ياخذ الإناث حذرهن. في كثير من الشباب للأسف بيعملوا حالهم إناث على المواقع التواصل الاجتماعي، وبالذات بالإنستغرام اللي تعرضت له أنا. أكيد في بالفيسبوك كثير، بس هون بحكي على الإنستغرام اللي تعرضت له أنا. في كثير من الإناث الذكور بيستخدموا الإنستغرام على إنه أنثى، وبعدها بيطلبوا إنه رقم تليفون الشخص هذا الذكر، يروحوا على التليجرام ويبلشوا يغروهم ببعض الكلمات الرومانسية ومن ثم بعض الكلمات الجنسية، وبعدها يطلبوا فيديو كاميرا ويصوروهم ويتذكروا. على مود تعرفوا دائما الشخص اللي كان بيجي معي دائما بيقول لي انا ما بقدر اطلع صوت، ما بقدر احكي لانه اهلي بالغرفه المقابلي. وهذا كله عباره عن كذب وخزعبلات وحبشتكنات ما لها 60 داعي. وبعدين لما يطلع لي فيديو تبع بنت، انا شايف الفيديو اكثر من مرتين لثلاث اربع مرات، وبعدها على اساس بدي يطلع لي فيديو انه هو حزين، وبعدين بده يروح الحمام، بده يروح ياخذ على اساس حمام دش، ويفرجيني شكله انه هو عاري تماما، وبياخذش على اساس انه هي كأنثى. فهذا الشيء اللي انت لازم تحسبه حسابه دائما، انه حتى اخر واحد اللبناني اللي على اساس اجى بدي يحكي معي على اساس لبناني، عامل حاله لبناني بدي يحكي معي، بين انه حتى اصلا اللبنانيين ما بيحكوا هيك لهجه. هاي مش لهجتهم، هاي مش طريقتهم بالكلام. انه يا الله ومش عارف ايش وبدي كم شغلي، حتى اصلا تقريبا مش طريقتهم بالكلام. لانه انا في عندي صديقه لبنانيه الله يعزها ويحفظها يا ربي، مقربه الي، بعرف طريقتها بالكلام اللبناني، وهاي مش همي اصلا. فعشان هيك بقول له من جديد، هذول لا مثل المغرب ولا تونس ولا الجزائر ولا حتى لبنان ولا اي دوله عربيه، لانهم ما عندهم الشرف، ولازم تحذروا منهم. لازم كمان بنفس الوقت تعرفوا طريقتهم، عشان بالاخير لا تصيروا مصيده بينهم. وانتم قدركم ومقامكم اعلى ب100 مره بمن انتم تصيروا مصيدي، بيزيد اللي بيسوى ما بيسوى. دمتم بخير.